كمال، يعني اللي بيتابع نشاطك في السنين اللي فاتت بيلاحظ انك قلق، دايما قلق يعني، وعندك شكوك في جدوى الاغنيه والقصيده من الاساس. يمكن عشان في ذهنك ان احنا قعدنا نغني ونكتب لفلسطين 50 سنه فاحتلوا العراق مثلا يعني. طب انت شايف جدوى الشعر والزجل والشعر العامي والقصائد والغنى اللي بجد رايح فين يعني؟ جدوى ايه يعني؟ هو انا قلت هذا الكلام وقلت هذا واعلنت هذا القلق وهذا الشك، وقلت فعلا زي ما قلت كده ان احنا قعدنا نغني لفلسطين 50 سنه فاحتلوا العراق. فاذا الغنى يعني ليس له من سلطان، والقصيده واللوحه والمقطوعه الموسيقيه ليس لهم من سلطان، ولكن هذا لا يعني انهم بلا جدوى. هم ممكن تبقى لهم جدوى في حاله واحده، في حاله تكامل الادوار. يعني إذا احنا فضلنا كأمة معتمدين على الشعر فقط، الشعر مش هيعمل حاجة. معتمدين على الغنى فقط، الغنى مش هيعمل حاجة. لابد من إنه تتكامل الأدوار، كل حد عليه دور يعمله. اللي عليه دور إنه يحارب بالسلاح لازم يحارب بالسلاح، واللي عليه دور إنه يحارب بالعلم لازم يحارب بالعلم، واللي عليه دور إنه يتفوق بالسياسة لازم يتفوق بالسياسة، واللي عليه دور انه يعمل تقدم تكنولوجي يعمل تقدم تكنولوجي، واللي عليه دور انه يعلم الاجيال تعليم صحيح ومنتج يعلم الاجيال تعليم صحيح ومنتج. مع كل هذه الادوار ياتي دور الغناء عشان يشحذ الهمم ويوسع دائره الامل ويعلي من قيمه كل شيء جميل وكل انتصار في حياتنا. انما اللي حصل ان كل هذه الفاعليات اللي انا اتكلمت عنها مش شغاله واللي شغال لوحده، واخد بالك الغنى. انما هنقعد نقول شعر، الشعر في هذه اللحظات ليس له جدوى. هخرجك انا من شويه الانفعال دول. انت القيت قصيده في اوزبكستان في جامع الامام البخاري. دي حكايه عجيبه جدا جدا، من اعجب ما حدث لي ومن امتع واجمل ما حدث لي في حياتي. انا اعتقد ان المشهد ده هو يعني ذروه مشوار الشعر كله. ايه بقى؟ انا كاتب قصيده الامام يعني في مصحرات العرب، وفي بحثي عن موضوعات محدش برضه طرقها قبل كده، اكتشفت او عدت بذاكرتي الشعريه كده، اكتشفت ان الامام البخاري ده صاحب اهم كتاب للمسلمين بعد القرآن، اللي هو يعني الحديث الصحيح، جمع فيه الاحاديث صحيح البخاري. ومع ذلك الامام البخاري ما حدش كتب عنه قصيده. ربنا الهمني وكتبت عنه قصيده ونشرت في ديوان. بعد الحكايه دي ب10 سنين فوجئت بالتليفون من مستشار الثقافي المصري في اوزبكستان، بيقول لي يا جمال انت ليك قصيده اسمها الامام البخاري، والامام البخاري ابن البلد اللي احنا فيها دي. اكتشف القصيده هو بنفسه واتصل برئيس الاوبرا، المشرف الموسيقار هناك عندهم، مشرف على فرق الاوبرا زي مثلا ما نقول هنا سليم سحاب عندنا. الراجل ده يطلع بالصدفة ان هو كان عايش في مصر فترة، فبيعرف يتكلم عربي باللهجة المصرية، فلما قرأ القصيدة انبهر بيها. فهو طبعا الإمام البخاري هو منسوب إلى مدينة بخارى اللي هي إحدى المدن الكبرى في أوزبكستان. فخد قرار بسرعة ان هذه القصيدة لابد من انها تلحن باللغة العربية، وقرروا انهم يلحنوا النص العربي ويلحنوا النص الأوزبيكي، وانه تتعمل احتفالية في أوبرا طشقند، دار الأوبرا في طشقند اللي هي عاصمة أوزبكستان. وبالتالي فبقى من باب يعني الضرورة ان يحضر الشاعر اللي كتب القصيدة. المهم سافرت انا، ويعني عملوا لي كده بروجرام مدته اسبوع في 3 مدن مهمه هناك، وكانوا محضرين القصيده مكتوبه على عده لوحات مكتوبه بالعربي وبالاوزبيكي بالترجمه بتاعتها.
وكان المفروض في كل مدينة من دول أنا بهدي نسخة من هذه القصيدة إلى جهة سواء المحافظ أو زي ما رحنا في سمرقند كان المفروض أهديها للمتحف. فوجئت إن ساعة ما وصلنا عشان نهدي القصيدة وصلنا وقت صلاة الجمعة، فكان المفتي هو المفتي سمرقند هو اللي هيلقي خطبة الجمعة. فوجئت بيه بانه احنا دخلنا عشان نصلي يعني، فكان هو عنده علم بالموضوع، ففوجئت بيه بيحكي القصه للمصلين وبيقول اسمي في الوسط. انا مش عارف هو بيتكلم بالاوزبيكي. انت مالكش في الاوزبيكي طبعا. لقيت المستشار الثقافي المصري بيقول لي قوم يا جمال. قلت له اقوم فين؟ قال لي قوم عشان المفتي قدمك عشان تقول القصيده. المهم ما تقولش خطبه الجمعه. فوجئت بان انا فعلا يعني في هذا المحفل الديني الجميل وقفت والناس مهيئه بشوق. هم عندهم حب للاسلام بشكل كبير جدا. 30% من اللغه الاوزبكيه كلمات عربيه. اللي حاضرين دول بما انهم متدينين فشيء طبيعي انهم بيقروا قران، فعندهم المام باللغه العربيه الى حد ما باللغه العربيه. منهم كتير دارسين لعلوم الدين باللغه العربيه. ساعه ما وقفت وقلت القصيده في الجامع وفي وقت صلاه الجمعه في مشهد نادر جدا، يعني نادر الحدوث، مش عارف انا هل يعني حدث قبل كده ولا ما حدثش. فوجئت بانه الجامع كله بيضج بالتصفيق بعد انتهاء القصيده، وكانت الحقيقه يعني لمحه عجيبه في حياتي بحمد ربنا عليها. نسمع قصيده البخاري. مسحرات العرب بيقرا ويسمع صحيح البخاري. رواه للمقيم والنسيم اللي ساري، رواه للبوادي بصوته الحضاري، لذات المباني وذات الصواري، رواه للسحاب اللي ضل الحنيني، رواه للأراضي اللي باست جبيني، رواه لابن عربي وإيمانه اليقيني، رواه للأوروبي ولسانه اللاتيني وتركي وفارسي وياباني وصيني، رواه أندونيسي وماليزي وتتاري، حديث المحبة رواه البخاري.